عليكم ورحمة الله وبركاته في أولى فيديوهات قناتنا أكاونت فاي. معاكم محمد رضا، وده أول فيديو لينا في القناة إن شاء الله. عندك انترفيو بكرة، قلقان مش محضر حاجة. ده الانترفيو اتبعتلك على الجيميل، اتبعتلك مسج على الواتس من فترة كبيرة وانت خلاص نسيت يا معلم، وبقى يومين تلاتة ولقيت بقى خلاص أنا الفرصة تروح عليا وكده. لا، هي مش هتروح ولا حاجة. أهم حاجة في الانترفيو أو أهم حاجة اللي هو أنا داخل على مقابلة، في شوية ستيبس كده هنقولهم النهاردة في الفيديو ده إن شاء الله، وهنمشي عليهم وباذن الله باذن الله ربنا يكتب لك القبول. اول حاجه في حوار الانترفيو ده، انا مثلا اتبعت لي المسج من اسبوع، قعدت يومين قعدت ثلاثه بحضر وبتاع وخدت ريست، خلاص انا كبرت دماغي، خلاص انا ذاكرت. احنا هنمشيها ستيب باي ستيب كده بالراحه خالص، خطوه بخطوه، لحد ما ربنا يكرمنا ونعدي بالانترفيو ده. تمام. اول حاجه انا عايزك تهدى خالص وتحضر عقلك، وانت مش مطلوب منك تبقى عبقري نهائي 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 نهائي. كل المطلوب منك تبقى عارف شويه البيزكس الاساسيات بتاعتك، وتكون واثق في نفسك. والثقه دي عايز اقول لك انها 60 60 70 80% من الانترفيو ثقه. يعني انا ممكن اتقبل في شغلانه او في بوزيشن وانا اساسا البيزكس بتاعي او السكيلز بتاعي مش مناسبه، بس عشان ثقتي في نفسي وان انا اعرف اتعلم بسرعه وان انا اقدر اعمل اكتر من اللي معايا، وخليت الاتش ار واثق فيا وشايفني قد المسؤوليه، خلاص انا اعتمد هعرف اعملها. تمام. يبقى الثقة أهم من المعلومات اللي معايا. حلو جدا. أول حاجة يبقى نهدى خالص، احنا مش مطلوب مننا نبقى عبقريين، والانترفيو عمره ما كان امتحان. الانترفيو ما هو إلا تقييم ليا مش أكتر، هو حوار رايح أتكلم مع حد في حديث رايح جاي، فلازم أكون مأدي فيه كويس وبثقة. تمام. وزي ما اتفقنا الثقة أهم من السكيلز اللي معايا وأي داتا معايا. حلو جدا كده، أول بوينت. تمام. ندخل على البوينت التانية، البيزكس بتاعتي بقى، اساسيات شغلتي. انا راجل محاسب، خلاص يبقى لازم معايا كل البيزكس والاساسيات انا رايح فيها واثق واثق منها وقافل الحوار خالص بتاعها. زي ايه مثلا؟ زي الفرق بين الديبت والكريدت، كل حسابات المدينه، كل الحسابات الدائنه وطبيعتهم، خلاص ديت حته انا قافلها. تمام. القوائم الماليه، كل الفاينانشال ستيتمنت اكون عارفها بالتفاصيل بتاعتها، بسيطة جدا. حلو جدا. ايه كمان؟ يعني الموست كومن، الاكثر شهرة في الترانزاكشن، الاحداث المالية، بيع شراء قيمة مضافة، كل ده اكون مأكد عليه. تمام. وطبعا اكونت سايكل بتاعتي مثلا، الدورة المحاسبية، كل ستيب اكون عارفها واعرف اتكلم. يعني اكون واخد في كل جزء من ده سطرين ثلاثة كده حاطهم في دماغي، لا انا هقول كذا لما اقول كذا، مش حافظ، حافظه مش حفظ، انا اكون عارفهم اقولهم. تمام. دي البيزكس، وكده كده نعمل عنها فيديو كامل عن كل الاساسيات دي ان شاء الله في الفيديو الجاي. هيبقى يعني الفيديوهات الجايه هتبقى سلسله فيها كل البيزكس دي، وهتساعدكم جدا وهتفرق معاكم جدا. حلو جدا. خلصنا الجزء بتاع البيزكس بتاع مجالي. ندخل على ايه كمان؟ الشركه نفسها، المؤسسه، الفيرم اللي انا رايحها دي، لازم ابقى قارئ عنها. 90% هيسالك فيها، يقول لك تعرفي عننا بتاع. ادخل على الويب سايت بتاعهم، اعمل سيرش على جوجل، ادخل على لينكد ان بتاعهم، اقرا عنها على قد ما تقدر، تبقى رايح واثق من نفسك وكله تمام. اللي هو تسالني فيها انا عارف يا معلم. اتعملت امتى، مجالها ايه، شغاله بتصدر بتورد بتعمل، ابقى كل ده عارفه. تمام. الحجم الوظيفي بتاعها، فروعها، المعاملات بتاعها، كل ده بيفرق جدا. مثلا كانت شركه وحصل لها ميرج مع شركه تانية اندمجت كمان، الداتا بتاعتها القديمه، كل ده بيفرق، وارد تتسال فيه جدا. تمام. السي في بتاعي، الخطوه اللي بعدها، السي في بتاعي لازم ابقى عارف كل بوينت انا حاططها في السي في دي، خبره سابقه، بعرف اشتغل على الاكسل، بعرف اشتغل على الساب، بعرف اشتغل على، ابقى عارف ومتاكد ان انا بعرف اعمل الحاجه دي. اوعى تكذب في السي في، كذب في السي في ملوش رجلين يا ريس. اوعى تكذب في السي في. حلو جدا. خدت السي في بتاعي ورحت، هيسالني برضه بنسبه 100%، هيسالني يقول لي انت كاتب في السي في انك عملت كذا، طب بتعرف تعمل كذا، طب بتعرف تعمل كذا، طب اتعلمت كذا. كل ده انا ابقى مراجعه. حتى لو مثلا كنت عامل، لا بعرف اشتغل على الباوربوينت، بعرف اشتغل على الاكس، بعرف اشتغل على باور بي اي، خلاص اخد ده اراجعه قبلها بيوم مثلا او يومين، او انا مزنوق خلاص يبقى اخش اراجع بقى واتاكد انا بعرف اعمل ده ولا لا. لقيتك نفسك نسيت، شيلها يا معلم، عدل على السي في وما تشيلها. تمام. كده احنا خلصنا كل الستبس. نفسيا بقى انت كده تمام، لما هدينا وعرفنا هو مش اختبار، والداتا بتاعتنا راجعناها كلها علميا وظبطنا السي في، كده انت ما عليك بقى غير انك تدعي ربنا، ربنا يكرمك وتتوكل على
توكل على الله تروح الانترفيو، وباذن الله ربنا يكتب لك القبول. وزي ما اتفقنا، الثقه ثم الثقه ثم الثقه. تمام. كده موضوع النهارده خلص، وباذن الله الفيديوهات الجايه هوضح لكم اهم الاسئله في الانترفيو وازاي نرد عليها الاجابه الصح، اجابه بسيطه وصح، وتخلي المحاور اللي معايا سواء كان رئيس حسابات او مدير مالي الاجابه ايه تدخل دماغه. اتفقنا. وده كان اول فيديو معاكم من قناه اكونت فاي، وكان معكم محمد رضا. السلام عليكم.